لكل زوجة بتنكد على جوزها اتقي الله فيه. ده راجل شقيان وتعبان طول اليوم علشان يوفرلك كل اللي يقدر عليه. لو رجع زعلان أو متضايق أو متعصب علشان خاطر العشرة والطيب اللي ما بينكم ابقي استحمليه. بس كده. السلام عليكم، ازيكم؟ حابة كده اخد رأيكم في حاجة او تقولولي ليه بيحصل كده. من كام يوم كده رحت السوق اللي جنبنا هنا واشتريت طبعا خضار وطلبات، وانا بحب البرقوق جدا، فاشتريت برقوق. الكيلو كان ب35 جنيه. تمام. بعد كام يوم وانا خارجة من الشغل حبيت ان انا اشتري برقوق برضو، فلقيت الكيلو ب80 جنيه. متخيلين؟ من 35 جنيه سعره في السوق ل80 جنيه، مع التجار اللي فارشين في الشارع او بيبيعوا فاكهة في الشارع. فانا عايزة اسأل ليه الفرق الرهيب ده في السعر؟ يعني واخدين 50 جنيه مثلا، في حدود 50 جنيه زيادة في الكيلو، مع ان اللي بايعه ب35 جنيه برضو اكيد كسبان فيه. فحرام عليكم، يعني حرام عليكم، ارحموا الناس شوية، مش كده. سلام. لكل زوجة بتنكد على جوزها اتقي الله فيه. ده راجل شقيان وتعبان طول اليوم علشان يوفرلك كل اللي يقدر عليه. لو رجع زعلان أو متضايق أو متعصب علشان خاطر العشرة والطيب اللي ما بينكم ابقي استحمليه. بس كده. السلام عليكم، ازيكم؟ حابة كده اخد رأيكم في حاجة او تقولولي ليه بيحصل كده. من كام يوم كده رحت السوق اللي جنبنا هنا واشتريت طبعا خضار وطلبات، وانا بحب البرقوق جدا، فاشتريت برقوق. الكيلو كان ب35 جنيه. تمام. بعد كام يوم وانا خارجة من الشغل حبيت ان انا اشتري برقوق برضو، فلقيت الكيلو ب80 جنيه. متخيلين؟ من 35 جنيه سعره في السوق ل80 جنيه، مع التجار اللي فارشين في الشارع او بيبيعوا فاكهة في الشارع. فانا عايزة اسأل ليه الفرق الرهيب ده في السعر؟ يعني واخدين 50 جنيه مثلا، في حدود 50 جنيه زيادة في الكيلو، مع ان اللي بايعه ب35 جنيه برضو اكيد كسبان فيه. فحرام عليكم، يعني حرام عليكم، ارحموا الناس شوية، مش كده. سلام. لكل زوجة بتنكد على جوزها اتقي الله فيه. ده راجل شقيان وتعبان طول اليوم علشان يوفرلك كل اللي يقدر عليه. لو رجع زعلان أو